السلام عليكم. هذا فيديو تحليلي سيكشف الكثير من المعلومات والكثير من الأسرار فيما يتعلق بالمشاهدات على يوتيوب، وخاصة مشاهدات فيديو كليبات الفنانين المغاربة. فتابعوا الفيديو من الأول إلى الآخر حتى تتوضح لديكم الصورة. شكرا على المشاهدة، المرجو دعمونا باشتراك ولايك للفيديو، وشكرا. أريد أن أتطرق لموضوع كثر فيه القال والمقال، وكتب فيه الكثير من الصحفيين والكثير من الأمور، حتى في البرامج تطرقوا له كثيرا. الأمر يتعلق ب المشاهدات التي يحصل عليها الفنانون المغاربة. تجد فنان مغربي يحصل على 30-20 مليون مشاهدة في وقت وجيز جدا. وبطبيعة الحال رقم واحد في هذا المجال سعد المجرد، حطم كل الأرقام عربيا وإفريقيا، شمال إفريقيا، هو رقم واحد في هذا الأمر. الكثير يتساءل ويقول ويشكك في الأرقام. فالبارحة أضاف سعد المجرد فيديو كليب لأغنية جديدة، وفي ظرف وجيز جدا، في 5 دقائق وصل الفيديو إلى 50,000 مشاهدة، رقم كبير وكبير جدا. وفي أقل من 24 ساعة كما تلاحظون، هذه 17 ساعة، وصل الفيديو إلى 3 ملايين و200 ألف مشاهدة، وأزيد من 200 ألف مشاهدة. رقم كبير وكبير جدا في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الخليج. أن تصل إلى هذه الرقم في هذا الوقت راه أمر كبير. والسؤال، هل هذه المشاهدات حقيقية أو لا، أو مزورة أو مشكوك فيها؟ هذا ما سنتطرق له بالتفصيل والتحليل في هذا الفيديو. تابعوا معي لكي نشرح كل شيء. أولا، كما قلت، الفنانين المغاربة يحطمون الأرقام القياسية في المشاهدات، هذا أمر لا يناقش. ونحن في المغرب 30 مليون شخص، ولكن الذين يستعملون الانترنت والمداومين على استعمال يوتيوب، وخاصة يوتيوب، لأن الكثير من الفيديو كليبات تحط في يوتيوب. ليست كل 30 مليون تستعمل يوتيوب، وليست كل 30 مليون تحب أغاني سعد المجرد، ففئة قليلة هذا كل ما في الأمر. ولكن 3 ملايين وفيديوهات كليبات وصلت لأزيد من 400 ملايين و300 ملايين، راه أمر بحال مثلا مثل أغنية المعلم وأغنية غلطانة، راه أرقام قياسية. إذن أول شيء في سياسة، سوف الآن نتطرق للتحليل وكشف المعلومات في هذا المجال. أولا، سياسة يوتيوب وسياسة جوجل، الشركة المالكة ليوتيوب، تحاول جاهدة بكل المقاييس التحري ومنع المشاهدات المزورة. إذا ما تأكدت يوتيوب بأنك تقوم بشراء مشاهدات، أو تكون هناك مشاهدات مزورة، تدفع لأشخاص مقابل أن يشاهدوا فيديوهاتك، فستقوم فورا بإغلاق قناتك. هذا شيء لا يناقش. هناك الكثير من المواقع تقوم ببيع المشاهدات، يمكنك الحصول عليها أنت أيضا. كل ما عليك هو البحث في هذه المواقع. هناك مواقع كثيرة وكثيرة جدا تتسجل وتقوم بوضع فيديو كالخاص، سواء فيديو كليب أو أي فيديو خاص بك. ويمكنك القيام بهذه التجربة. تأخذ فيديو من صنعك، تضعه في قناة على يوتيوب، وتأخذ هذا الفيديو وتضعه في تلك المواقع. أضمنها لك، قبل مرور 24 ساعة سوف تقفل قناتك. بهذا شيء ترفضه رفضا باتا يوتيوب. وبالتالي فإن فرضية أن سعد المجرد يقوم بشراء هذه المشاهدات بهذه الطريقة، بهذه الطريقة المعروفة، فهي مستبعدة جدا، خاصة لأنه شخص معروف، وأيضا لأن يوتيوب لأن الكثير من الصحفيين والكثير من الأشخاص تحدثوا في هذا الموضوع وشككوا، وهناك حتى فنانين شككوا. فلنكن واقعيين. فيوتيوب أكيد أنها سوف تقوم
تشيك، سوف تقوم يعني تحليل ومشاهدة. فلو تأكدت يوتيوب سوف تغلق له القناة، ويعني ولو كان رئيس الولايات المتحدة سوف تقوم بقفل قناته. هذه شركات محترمة وشركات يعني ستريكت، هي لا تعترف بالأشخاص. كن من أردت أن تكون، فلك احترام سياسة وشروط وبنود يوتيوب فقط. يعني هذا أمر. ثانيا ثانيا ما هو السر؟ السر وراء هذا الانتشار. أولا، يوتيوب تتيح لك لكي يعني تحصل على المشاهدات، تتيح لك وسيلة. الوسيلة، هناك وسائل كثر، ولكن الوسيلة الأكثر يعني التي سوف تجلب لك مشاهدات بسرعة هي أن تقوم بالدفع ليوتيوب. ويوتيوب سوف تنشر فيديو يعني على شكل إعلان يظهر هنا، أو عندما تدخل إلى صفحتك على يوتيوب سوف يظهر لك هنا. ولكن الإخوان، هل سبق لكم وأن صادفتم إشهار لفيديو كليب سعد المجرد أو عدة فنانين مغاربة؟ لا أظن ذلك، إلا في أغنية واحدة، وهي أغنية انتباه يا واحد، لفترة يعني لا أكثر من لا ليست أكثر من 24 ساعة كان هناك يعني إشهار أو دعاية لهذه الأغنية، شاهدته أنا شخصيا فقط. ولم يسبق لي أن صادفت يعني مثل أنه إعلان لأغنية سعد المجرد أو ما. لا، رغم أنني يعني مهتم وأشاهد فيديوهات كليباته وإلى آخره. إذن الفرضية الثانية وهي أنه يقوم بالدفع ليوتيوب لكي يقوم بالدفع حملات إعلانية أو شيء من هذا القبيل. يعني حتى هو يعني مستبعد جدا. يعني هناك احتمالين الآن استبعدناه. الاحتمال الثالث وهو أن هذا الشخص ليس يعني قد نكون متفقين أو مختلفين في جودة المنتوج الذي يقدمه أو الأغاني التي يقدمها، وهذا ينطبق على كل الفنانين المغاربة والخليجيين وإلى آخره. بالمناسبة يعني أثناء تصفح اليوتيوب يعني صادفت الكثير من الفيديو كليبات الخليجية والعربية التي يقوموا بسبونسورينج أو بحملات إعلانية لكي يحصلوا على مشاهدات. ولكن الفنانين المغاربة لا لست أدافع عنهم، ولكن الحقيقة قليل جدا. وسعد المجرد، حاتم عمو و أسماء الله منور لا يقومون بهذا الأمور. هو هذا ليس عيب، فقط نحن نناقش الآن ونقوم بتحليل. يعني فرضيتين الآن استبعدناهم. الفرضية الثالثة وأظنها هي الفرضية الصحيحة، وهي أن هذا الشخص لديه يعني تيم يقوم ب تيم خاص بالكوميونيكاسيون أو بالتواصل. لديه شبكة تواصل، لديه يعني نفوذ في التواصل. يعني ينشر الفيديو كليب، هناك صفحات وهناك يعني جرائد وهناك مواقع تنشر له هذا الفيديو كليب أو هذا الخبر في العالم العربي كله، وحتى في مواقع أجنبية يعني وفي شمال إفريقيا. هذا هو الاحتمال الأصح. لنتأكد من ذلك. أولا، هذا هو يعني الشائع أو التندنسي في المغرب. كما تلاحظون فالآن فيديو كليب سعد المجرد هو الرقم واحد. سوف نتأكد من هذه الفرضية بأمر بسيط جدا. هذا هو يعني الشائع في المغرب. سوف نذهب إلى دولة أخرى لنتأكد. الدولة الأخرى سوف نختار ألجيريا أو الجزائر. تحية للإخوة الجزائريين. خوا كما تلاحظون فيديو كليب سعد المجرد هو الثاني في الشائع أو التندنسي أو التندنسي في الجزائر. يعني الجزائريون شاهدوا هذا الفيديو كليب بكثرة. سوف نقوم باختيار دولة أخرى. يعني مشاهدات أتته من الجزائر، مشاهدات كثيرة حتى تظهر في الشائع أو في التندنسي. يجب أن تحصل على مشاهدات كثيرة من هذه الدولة. سوف نختار مثلا إيجيبت. الدولة يعني أكثر من 90 مليون شخص في إيجيبت ومصر. في إيجيبت لا، الدنيا. فوالا الدنيا ليس هناك أي. فينك يا سعد المجرد؟ فين؟ فوالا كما تلاحظون في مصر تم مشاهدة فيديو كليب سعد المجرد كثيرا، حتى أنه يعني الرابع أو الخامس في التنافس. لا، ربما السادس أو السابع.
السادس أو السابع في التونسي، وهذا في أقل من 24 ساعة. يعني بعد 24 ساعة سوف قد نجده في رقم واحد. يعني حصل على الكثير والكثير من المشاهدات من مصر. وللصدفة يعني عمرو دياب يعني وضع فيديو كليب خاص به، يعني في في ما يقارب أسبوع، وجاء سعد المجرد وأصبح قبله، يعني أصبح حصل على مشاهدات في مصر أكثر من عمرو دياب. يعني ليس هناك شك أو ريبة، يعني الإخوان المصريين شاهدوا فيديو كليب سعد المجرد أكثر من فيديو كليب عمرو دياب. هذه إحصائيات يوتيوب وليست إحصائياتي، ولا أدافع عن هذا أو هذا، فقط نقوم بالتحليل موضوعي فقط. سوف نختار دولة أخرى، يعني أختار الدول التي لديها سكان ويعني كثافة سكانية كبيرة. مثلا دولة أخرى تونيزيا لديها كثافة سكانية صغيرة ولكن جارتنا العزيزة. اختار تونيزيا. يعني يستعملون الانترنت كثيرا كما تلاحظون. فيديو كليب سعد المجرد هو الأول، يعني شاهده التونسيين بكثرة. هذا يؤكد لنا فرضية أن لديه تيم أو فريق يقوم بالتواصل كبير وكبير جدا، أي أنه يتواصل مع الصفحات الكبرى ومع المواقع الإخبارية الكبرى في تونس، في مصر، في الجزائر، حتى يقومون بنشر خبر أن سعد المجرد قام بوضع فيديو كليب، والناس في مصر وفي تونس وفي الجزائر يدخلون ويشاهدون، وبهذا يعني تكون لديه مشاهدات كثيرة من هذه الدول. سوف نختار دولة أخرى حتى نتأكد من هذه الفرضية. هذه الفرضية التي أظنها يعني فرضية صحيحة. فقط للإشارة، فالمشاهدات التي يتم شراؤها غالبا ما تكون يعني من دول مثل تأتي هذه المشاهدات يعني المزورة تأتي من دول مثل أفغانستان، مثل الهند، مثل يعني دول آسيا فقط، فيلبين يعني قمت باختيار اللغات. سوف نختار الدول. دولة أخرى ما أعرف. دولة اليمن لا. نختار مثلا كندا، البحرين، الدول لديها كثافة. نختار لبنان مثلا. لبنان ليست لديها كثافة ولكن نختار يعني لبنان قد لا يهتمون كثيرا أظن. سوف نتأكد من الشيء على فوالا كما تلاحظون. يعني هذا الأخ هذا السطر حصل على مشاهدات من هذه الدول. يعني إن أتتك مشاهدات من مصر 90 مليون يعني وأتتك مشاهدات من المغرب 40 مليون، وأتتك مشاهدات من الجزائر ما يقارب 50 مليون، وأتتك مشاهدات من تونس، من لبنان، يعني فبطبيعة الحال سوف تحصل على 3 ملايين في أقل من 24 ساعة وأكثر. وفي حالة ما إذا أعجب الناس بالفيديو سوف يقومون بنشره مع أصدقائهم وكل هذا يدور في صالح سعد المجرد. يعني هذا كل ما في الأمر. شكرا لكم على المشاهدة. اضغطوا لايك وسبسكرايب و thank you for watching this video.